يا مساء الجمال على عيونكم يا أحلى متابعين، وحشتوني أوي. بافكّركم تكمّلوا معايا الحكاية لحد الآخر، وبافكّركم كمان ما تبخلوش عليّا باللايك والاشتراك في القناة، وتفعّلوا الجرس على كلمة الكل. ويالّا بينا نشوف صاحبة الحكاية اللي معانا النهارده بتحكي بتقول إيه. أنا عندي 34 سَنة، وأنا من 6 سنين قررت إن أنا أرتبط وأتجوّز. طبعًا ده كان بإلحاح من ماما. قالت لي: خلاص يا ابني، أنت كوّنت مستقبلك وخلّصت دراستك، والمفروض إن أنت تتعيّن في الوظيفة اللي أنت كنت بتتمنّاها. وأنا الحمد لله كنت مخلّص شقتي ومضبّط كل حاجة على العروسة على طول. بدأ ولاد الحلال يبعتوا لي ناس ويجيبوا لي عرايس، والحمد لله رُحت بيوت كتير ودخلت بيوت كتير، واتفرّجت على عرايس كتير، لكن كل واحد فيهم كانت فيها مشكلة، لحد ما فعلًا قابلت مراتي دي. هي باباها متوفي وهي الوحيدة اللي باباها ومامتها، وباباها متوفي بقى له 10 سنين. مامتها كانت ست صغيرة في السن لدرجة إن أنا استغربت جدًا أول ما شُفتها، وكنت فاكرها إنها أختها. حماتي كان عندها 44 سنة وكانت صغيرة جدًا، خاصةً إن هي كمان كانت مهتمية بنفسها. يعني هي بتحب تلبس على الموضة وهي كهروية، يعني مش من الفلاحين ولا حاجة، وأنا كمان من القاهرة. هو طبعًا أول ما شُفتها أعجبت بمامتها بصراحة، لكن طبعًا ما ينفعش أنا داخلة عشان خاطر البنت. طبعًا الست عجبت ماما جدًا وقالت لها ما دام هي نضيفة وواخدة بالها من نفسها، أكيد بنتها هتكون طالعة ليها. وأكيد هو ده البيت المناسب اللي إحنا نقدر نناسب منه. اتفقنا على كل حاجة وضبطنا كل الاتفاقات ما بينا، هم عليهم إيه وأنا عليا إيه. وفعلا الست ما كانتش معترضة على أي حاجة خالص، كانت طول الوقت موافقة وطول الوقت كانت راضية. اللي هي مامة خطيبتي، قضينا فترة الخطوبة كنا بنخرج مع بعض، مامتها كانت بتيجي معانا. وطبعا أنا كنت شايف إن ده من حقها لأن هي كده بتحافظ على بنتها. كنت طول الوقت واخد مامتها دي أو واخد حماتي على أساس إن هي واحدة صاحبتي، يعني صديقة ليا. كنت باحب أهزر وأضحك معاها، ما كنتش حاسبها حماتي خالص. بجد كانت زي السكر، عشان كنت دايمًا لمّا باكون زعلانة من خطيبتي أو حتى بعد ما اتجوزنا كنت دايمًا باشتكي لها، سواء في الخطوبة أو حتى بعد الجواز. كانت هي الطريق الوحيد والحد الوحيد اللي أنا كنت باشتكي له وأفضفض له، لحد ما فعلًا خلاص اتجوزنا والدنيا كانت ماشية زي الفل. وحماتي بدأت تقول لي خد بالك منها، دي بنتي الوحيدة. أنا برضه مش هاسيبكم وهابقى آجي أزوركم طول الوقت وهاكون معاكم. بعد جوازي بشهرين لقيت حماتي بتقول لي بصراحة أنا مش قادرة على البُعد ده، أنت لازم تسيب الشقة دي وتيجي تاخد شقة في العمارة اللي أنا فيها مؤقتًا وتقعدوا معايا. يعني شوية في شقتكم وشوية في الشقة دي، وهنجيبها مفروشة كمان، وكمان هي فرشها نضيف جدًا. يعني شوية يكونوا قريبين مني وشوية ترجعوا تاني. بس طبعًا عشان أنا خاطر باعزّها ما رضيتش إن أنا أزعّلها، خاصةً إن هي فعلًا بجد خسارة إن الواحد يزعّلها. وافقت وقُلت لها خلاص رتّبي لنا مع صاحب الشقة وإحنا هناخدها، والدنيا كانت زي الفل خالص. فعلًا شهر وأخدنا الشقة وعِشنا فيها، وكنا طول الوقت يا إما تحت عند حماتي يا إما هي فوق عندنا، وكان أكلنا وشربنا وكل حاجة كانت مع حماتي. مراتي جت حملت وولدت، وبعد ما حملت وولدت هي بترضع في بنتنا. بدأ الإهمال بقى، مش عاوزة أقول، إهمال فظيع جدًا في الشقة وإهمال فظيع في لبسي. ما بقتش بتكوي لي اللبس بتاعي، وما بقتش كمان بتهتم بنضافتها ولا بنضافتي ولا بنضافة الشقة. طول الوقت كانت دايمًا تقول لي أنا سهرانة جنب البنت طول الليل وطول النهار باجي ألاقيها نايمة. طب أطلع أتغدى عند ماما، أطلع أتعشى عند ماما، أنا تعبانة وما قدرتش أعمل حاجة النهارده. تقريبًا كنت كده طول حياتي، كنت عايشة عند حماتي. وخاصةً إن إحنا كنا سيبنا الشقة اللي كانت فوق حماتي، والمفروض إن بيني وبين حماتي مواصلة بسيطة كده، يعني بتاخد لها ربع ساعة أو تلت ساعة. فضلت رايح جاي على حماتي، وطبعًا مراتي ولا في دماغها أي حاجة. وكنت كل ما باجي آخد منها حقوقي الشرعية كانت بتقعد تتحجج وتقول لي لأ، البنت بتعيط، البنت صحيت، أنا تعبانة ومش قادرة. كنت خلاص كان فاض بيا. رحت اشتكيت لحماتي، قلت لها بصي بقى، أنا بنتك زهقتني على الآخر ولازم تشوفي لك حل معاها، الموضوع بينا كده هيكون مستحيل. دي من أول عيلة ما بقتش مهتمية بيا، لا باكل ولا باشرب ولا حتى باخد حقوقي الشرعية. قالت لي خلاص ما تشغلش بالك وأنا هاكلمها لك، وما تشغلش بالك بأي حاجة خالص. راحت كلمتها، وبرضه مراتي زعلت وغضبت. وازاي انت تروح تشتكي مع ماما وتتكلم معاها في الحاجات دي؟ انت بتشتكي لمامتي وانت مفكر ان مامتي هتيجي عليا عشان خاطرك؟ كلام من ده. المهم برضه
ما وصلتش معاها لأي حل، وفضل الإهمال ده مستمر لحد ما كنت زهقت وفضلت أشتكي لها لحماتي، وكمان مع حماتي كانت بتقول لي والله أنا كمان زهقت منها، وغلبت فيها كمان كلام وهي ما فيش فايدة فيها، وأنا ما بقتش عارفة أعمل معاكم إيه أنتم الاتنين. طبعًا في الوقت دوّة هاقول لك على فكرة تريحك خالص، إيه رأيك لمّا آجي أعيش معاكم في الشقة بتاعتكم؟ أي نعم أنا مش بارتاح غير في شقتي وعلى سريري وفرشتي، بس أعمل إيه؟ أنا لازم أشيل عن بنتي برضه، وعلى الأقل أنا هاشيل عنها البنت، أو حتى هاطبخ والّا أعمل أي حاجة. في الوقت ده قُلت لها: "عيني العقل، أنا كان نفسي أقول لِك كده من زمان بس كنت خايف إن أنتِ ترفضي." وفعلًا أنا خدت حماتي ورتّبت لها أوضة وضبّطت لها عشان خاطر تكون عايشة مرتاحة فيها.